أنها درع الوطن وسيفه في الدفاع عن أرضه وصون مقدساته، وضع الرئيس السيسي ملف تحديث ورفع كفاءة القوات المسلحة على رأس الأولويات لتظل وبحق قادرة على حماية الحدود وكعادتها درع للعرب ككل. خطوات عملية اتخذت تتبنى فكرة تنويع مصادر السلاح، عقدت خلالها مصر العديد من الصفقات المهمة، أبرزها صفقة صواريخ الدفاع الجوي S-300 النسخة انتي 2500، وهي أحدث منظومة لم تقن موسكو بتصديرها إلا لعدد قليل من الدول. كما تعاقدت مصر مع موسكو على منظومة بريزيدنت اس لحماية الطائرات في الجو، و46 طائرة ميج 29 و50 طائرة هليكوبتر كي 52، إلى جانب 29 طائرة من طراز سخوي. كذلك وقعت مصر وفرنسا في 17 من فبراير عام 2015 صفقة توريد 24 طائرة من طراز رافال ملكة المقاتلات، التي تمتلك أجهزة حرب إلكترونية متطورة وصلت منها حتى الآن 6 طائرات. وفي 10 من أكتوبر الماضي وقعت القاهرة وباريس صفقة حاملتي المروحيات ميسترال، والتي تعد أحدث حاملات المروحيات على مستوى العالم، وبالفعل تسلمت مصر واحدة منها تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 2 من يونيو، على أن تتسلم الأخرى في سبتمبر القادم، والتي يطلق عليها اسم الزعيم الراحل أنور السادات. التعاون المصري الفرنسي شمل أيضا شراء 4 فرقاطات جويد، والتي تم الاتفاق على تصنيع 3 منها في الترسانة البحرية بالاسكندرية، لتدخل مصر عالم صناعة القطع البحرية الكبيرة. كما يعد تسلم مصر للفرقاطة فريم الفرنسية في 23 من يونيو الماضي، والتي اطلق عليها اسم تحيا مصر، وشاركت في افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة مهمة للترسانة البحرية. هذا ونجحت مصر في دفع الولايات المتحدة للوفاء بتعهداتها القديمة، وتسليم مصر دفعة طائرات مقاتلة خفيفة الوزن من طراز F-16 البلوك 52. ولأن جوهر العقيدة العسكرية المصرية في قوة رجالها قبل سلاحها، شاركت مصر في العديد من المناورات والتدريبات العسكرية مع عدد من الدول العربية والأجنبية. كما حرصت القوات المسلحة على إجراء العديد من التدريبات الداخلية لوحداتها وجيوشها الميدانية. إذن على جميع الأصعدة تمضي القوات المسلحة في خطوات تحديث عدتها والارتقاء بعتادها، خطوات تعزز ريادة طالما عرفت بها في المنطقة.